هنتعرف على طبيعة العلاقة التي جمعت بين الفنان الراحل الموسيقار فريد الأطرش والفنانة فاتن حمامة، وماذا فعل الفنان فريد الأطرش مع الفنانة فاتن حمامة بعد هروبها من مصر. كانت هناك علاقة قوية تجمع بين الفنان الراحل الموسيقار فريد الأطرش والفنانة الراحلة سيدة الشاشة فاتن حمامة، غير انهم اشتغلوا مع بعض اكتر من عمل سينمائي، وابرزهم فيلم لحن الخلود واخرهم الحب الكبير. والفيلم ده هو اللي اظهر مدى حب وتقدير الموسيقار فريد الأطرش للفنانة فاتن حمامة. ففي فترة الستينيات كان هناك حركة من بعض الجهات تقوم بتجنيد الفنانات والفنانين، والكثير منهم كانوا مجندين سواء بإرادتهم أو غصب عنهم. ولكن فاتن حمامة لما ضاق عليها الخناق من مدير المخابرات اللي حاول بكل الطرق انه يجندها، فما كانش في ايدها شيء الا انها تهرب من مصر، وفعلا بمساعدة بعض اصدقائها وابرزهم مصطفى امين قدرت تهرب بره مصر. واثناء تواجدها في لبنان طبعا ما كانتش بتشتغل، وبما انها ما كانتش بتشتغل فاكيد ظروفها المادية كانت ضيقة. فطبعا بسبب ضيق ظروفها المادية فالإنسان الجميل الفريد الموسيقار فريد الأطرش حب يساعدها من غير ما يسبب لها حرج، فقام بإنتاج فيلم الحب الكبير ليها علشان يساعدها ماديا. وفعلا قام بإنتاج هذا الفيلم من بطولته بالاشتراك مع فاتن حمامة والفنان يوسف بيك وهبي، ونجح نجاح كبير جدا. وده كان موقف إنساني من الفنان الفريد فريد الأطرش تجاه الفنانة فاتن حمامة، وده موقف بسيط جدا لأنه معروف عنه أنه كان كريما جدا لأبعد مدى. حتى الفنان محمد سلطان قال عنه أنه كان سخي جدا، لدرجة أن لو حد قابله في الشارع وطلب منه فلوس بيديله اللي في جيبه كله وهو مبسوط، رحمة الله عليه.